ما هو موقف الشيخ عثمان الخميس من الشيعة لو نبي نبسطها يعني؟ لو تبي تبسطها، الشيعة ما عندي مشكلة مع الاسم. أنا عندي مشكلة مع الفعل. زين، الاسم ما لي شغل فيه. أنا تسمى شيعي، أنت تسمى شيعي سني، ما عندي مشكلة معه. لكن شنو عقيدتك، شنو فكرك، شنو فعلك، هذا المهم جدا. ولذلك أنا عندي كشيعة كمذهب، ككتب مذهب. زين، لما تقول لي عن علماء الشيعة إذا يعتقدون هذه العقائد الموجودة في كتبهم المعتمدة مثل الكافي، البحار الأنوار، الأنوار النعمانية، يعني دخل فيها الصافي، زين، دخل فيها مثلا الصدوق اللي هو الثقة، فقيه من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، تهذيب الأحكام، كتبهم. زين، وسائل الشيعة، مستدرك الوسائل. هذه الكتب إذا يعتقد الشيعة بما فيها، خاصة أصول الكافي وهذا، الكفار. الذي يعتقد بما في هذه الكتب من تكفير الصحابة، اتهام عائشة بالزنا، القول بتحريف القرآن، القول بما يعلمون الغيب، يحيون يميتون، يتصرفون في الكون، أرباب من دون الله تبارك وتعالى. فالذي يعتقد هذه العقائد لا شك أنه كافر. لكن الذي لا يعتقد هذه العقائد الأصل فيه مسلم، طالما أنه يشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله ولا يدعو غير الله. لكن أشوف واحد يدعو غير الله تبارك وتعالى، يعني لما يقول لي واحد منهم أن إذا ضاقت الأمور وكذا لا تدعو الله، ادعو علي أو ادعو المهدي، هذا كافر. شو وين دعاء الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. زين، يعني شلون أدعو علي؟ ليش ما أدعي الله سبحانه وتعالى؟ علي هل كان يدعو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يدعو الله، وهذا يدعو الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الذي يعتقد هذه العقائد اللي قلتها، ادعاء علم الغيب، ادعاء أن لما يتصرفون في الكون بيدهم الجنة والنار، يحيون ويموتون، آلهة من دون الله تبارك وتعالى، يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتهم عائشة وأمهات من بالزنا، يقول بتحريف القرآن، يدعو غير الله تبارك وتعالى، يخاف غير الله، يرجو غير الله. المهم أشياء خاصة بالله تبارك وتعالى يعطيها لغيره من البشر. طيب، هذا كافر. لكن أنا اللي عندي أن عامة الشيعة الناس العاديين لا يعتقدون هذه العقائد، ولذلك الأصل فيهم أنهم مسلمون، لأن هذه العقائد تدرس في الحوزات لكن موجودة في الكتب معتمدة، لكن الشيعة ما يقرون كتبهم. فقصدي أن عوام الشيعة زين لا يعرفون هذه الأشياء. لكن أنا عندي الالتزام، من قال هذا الكلام فهو كافر، إلا إذا كان لبس عليه يبين له، فإن أصر على ذلك كفر. لكن الأصل مسلم. أي شيء عندي الأصل عامله أنه مسلم، هذا الأصل عندي. حتى يعني مو العالم أقصد فيك الواحد اللي بس عمامة أو صعد المنبر، العالم الذي يأتي بالكفر وهو يعلم أن هذا الكلام كفر ويقوله وينشره بين الناس، هذا الكافر اللي يكذب، اللي يلف ويدور. أما الأصل أنهم مسلمون، هذا الأصل. مع أن ترى الشيعة يعني بعض علماء حتى مو علماءنا يكون أكثر من 70 فرقة. يعني ما يقدر تحكم حكم واحد على الشيعة كاسم، فرق.